السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، ونقول بسم الله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى وصفتنا هنعمل ايه؟ هنعمل اليخن الصعيدي بطريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله تعجبكم. وبينا بقى على مكونات الوصفة. معايا هنا لحمة، ومعايا هنا عصير طماطم، ومعايا هنا بقى بصل كتير قوي، ومعايا فلفل حامي، ومعايا معجون طماطم، ومعايا بهارات 7 بهارات من كنور، ومعايا فلفل اسود وجوز الطيب، ومعايا ورق لوري وتوم، ومعايا زبدة، ومعايا بقى هنا الصينية على النار. هنزل بقى بكمية البصل كلها. الوصفة دي اصلا اساسها البصل، بصل كتير يعني هي كلها البصل. وهنا بقى هنزل بقى ايه بكوباية مية على البصل، وهنزل بقى بشوية فلفل اسود، وهسيب البصل بتاعي يدبل خالص. وهنا بقى معايا اللحمة، هقطعها بقى ايه صغير، مكعبات صغيرة كده زي ما انتوا شايفين، نفس التقطيع كده عشان ما تاخدش سوا وتستوي حلو. لو اللحمة حجمها كبير ممكن لو انتوا مش حابين تقطعوها تدوها نص سلقة وبعد كده تحطوها. هنا بقى البصل بتاعي ابتدى يدبل ويشرب يتشرب كوباية المية. هقلبه زي ما انتوا شايفين كده، وهديله برضو كوباية مية تاني، وهقلبه واسيبه بقى على النار خالص لحد لما يدبل خالص برضو ايه من المية اللي فيه. شايفين انا هكرر العملية دي مرتين او 3 مرات لحد لما اوصل للون دوت من البصل. انا هنا كررت العملية دي 3 مرات. وبعد كده بقى هنزل بقى ايه بالزبدة او بالسمنة البلدي، وهشوح بقى البصل فيها لحد بقى ايه ما ياخد لون كده ايه ذهبي. وهنا بقى اللحمة بتاعتي كلها متقطعة وجاهزة. هنزل بقى ايه على البصل اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهديها بقى تشويحة مع البصل. طريقة جميلة ولذيذة، وان شاء الله تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. دي بقى من الاكلات الصعيدية بقى، يعني ايه الصعيدية البحت. شايفين بقى كده انا قلبت اللحمة، واللحمة بقى سبتها ايه اتشوحت معاها ونزلت بقى. شايفين الصوص بقى اللي نزل ده بقى الصوص اللي هو بتاع البصل واللحمة مع بعض. انا هنا قطعت الثوم، هقلبه بقى مع اللحمة والبصل. هديله بقى كده التشويحة كده ايه معاهم. وبعد كده بقى هنزل ايه بمعلقتين طماطم، وهديها برضو تقليبة. وهنزل بقى هنا ايه بمعلقة سكر صغيرة عشان الحموضة، والورق اللوري، والفلفل الاسود الباقي. وهديهم بقى تقليبة كده لحد ايه لما يتمكسوا مع بعض. ولو انتوا لسه بتشوفوني ما تنسونيش باللايك والاشتراك والكومنت الجميل، وتشيروا الفيديو ده في كل مكان عشان يوصل لكم كل جديد. هنزل بقى بكيس البهارات بتاع كنور، وهديله تقليبة كده على السريع. وعايزين بقى تحطوا فلفل حامي مفيش مشكلة، مش حابين ممكن تحطوا رومي او تلغوا الفلفل خالص. هنا بقى ايه هنزل بعصير الطماطم وهقلب. ولو محتاجة طماطم تاني هحط الايه الطماطم اللي باقية عندي. هي الوصفة دي بتبقى بصل كتير وطماطم قليلة. وهنزل بقى كده بالملح لما اللحمة تكون استوت، وهقلبها. وهنزل بقى ايه بجوز الطيب في الاخر خالص عشان تبقى النكهة قوية. كده بقى هي استوت وجاهزة على الاكل. انا بقى هحطها في الطاجن واحطها في الفرن تاخد وش. بياكلوها بقى ايه مع العيش الشمسي، بس احنا طبعا هنا مفيش بقى في مصر عيش شمسي، فهناكلها بقى مع العيش البلدي. احط لها بقى ايه حتة زبدة من فوق وزي ما انتوا شايفين كده. وبألف هنا على قلوبكم، ويا رب كل فيديوهاتي وكل وصفاتي تعجبكم وتجربوها وتقولي رأيكم في الكومنتات. كده بقى اللحمة استوت شايفين. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.